اللوحة والهوية المغربية. تتعدد أشكالها وأنواع الخشب الذي تصنع منه، لكنها معروفة في مختلف ربوع المغرب شمالا وجنوبا، شرقا وغربا. تطلى باللون الأبيض الذي مصدره من حجر الصلصال، ويستعمل قلم من القصب للكتابة، أما المداد فيكون أسود مصنوعا من مواد طبيعية تختلف من منطقة لأخرى. تستعمل منذ عقود وربما منذ قرون كوسيلة تعليمية في الكتاتيب والزوايا والمدارس العتيقة، حيث تخصص لحفظ القرآن والحديث، وكذا متون العقيدة والفقه واللغة وغيرها من العلوم. ويرجع لها الفضل في الحفاظ على الهوية المغربية الإسلامية. ادعمنا لطفاً لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات، وشكراً.